أهلا بيكم. لو أي حد بيربي كلب أكيد بيسمع نصايح طول الوقت من الأصحاب، من الجيران، وطبعا من الإنترنت. بس يا ترى كام نصيحة من دول صح بجد وكام واحدة مجرد خرافة ممكن تضر أكتر ما تنفع؟ النهاردة بقى هنكشف أغرب الأساطير دي، وده سؤال كل واحد فينا بيسأله لنفسه. كلنا عايزين نتأكد إننا بنعمل الصح عشان الكلب يبقى سعيد وصحته كويسة وعلاقتنا بيه تبقى قوية. بس المشكلة إن ساعات بنطبق نصايح وإحنا مش عارفين هي جاية منين أو أساسها إيه. والموضوع بجد مش هزار. زي ما بنشوف كده معلومة واحدة بس غلط ممكن تخلق مشاكل سلوكية وتوتر، وفي الآخر تبوظ العلاقة الحلوة اللي بين أي شخص والكلب بتاعه. عشان كده خلونا نفصل بقى بين الصح والغلط. أوكي، خلونا نبدأ بأول جزء، التدريب. ودي يمكن أكتر حتة مليانة خرافات ومعلومات الصراحة مش دقيقة خالص. أول وأشهر أسطورة ممكن نسمعها اللي هي الكلب الكبير في السن خلاص ما بقتش ينفع تعلمه حاجة جديدة. الفكرة دي قديمة قوي ومنتشرة لدرجة إنها للأسف بتخلي ناس تتردد تتبنى كلاب كبيرة. بيبقوا فاكرين إن خلاص القطر فات ومستحيل يتعلموا أي حاجة. بس الحقيقة بقى مختلفة تماماً. أيوة طبعاً تدريب جرو صغير ممكن يبقى أسهل وأسرع، لكن الكلام الكبير عندها قدرة هايلة على التعلم. يمكن الموضوع يحتاج صبر أكتر شوية وتوجيه، بس في النهاية بيوصلوا. الموضوع كله محتاج شوية مثابرة، وحتى تدريب الحمام ممكن ينجح مع كلب كبير في السن لسه متبنينه. نيجي بقى لأسطورة تانية منتشرة جدا. في ناس بتعتقد إن استخدام المكافآت أو التريتس في التدريب ده دلع زيادة، وإن الكلب كده عمره ما هيحترم صاحبه وهيبقى بايظ. بس العلم بيقول عكس كده خالص. العملية بسيطة وفعالة جدا. الكلب مخه مش بيشتغل زينا بمفاهيم زي الاحترام والكلام ده. هو بيفكر بطريقة عملية أكتر. أنا لو عملت كده إيه اللي هيحصل لي؟ فلما بيعمل سلوك صح وياخد عليه مكافأة بيحبها، مخه ببساطة بيربط الاتنين ببعض وبيكرر السلوك ده عشان ياخد نفس النتيجة الحلوة تاني. والنقطة الحاسمة هنا هي إن التحفيز الإيجابي مش بس طريقة فعالة، لأ، ده علمياً أثبت إنه أسرع وأنجح طريقة لتعليم الكلاب سلوكيات جديدة. وفوق كل ده بيبني علاقة ثقة قوية جداً بين الكلب وصاحبه. تمام، خلونا ننقل لمجموعة تانية من الخرافات، ودي بقى ليها علاقة بالسلوكيات والعادات اليومية اللي بنشوفها كل يوم. مين فينا ما سمعش الجملة دي قبل كده؟ لو سبت كلبك يطلع على الكنبة هيدلع ومش هتسيطر عليه بعد كده. ناس كتير بتخاف من الخطوة دي وفاكرة إنها بداية النهاية للسيطرة. الحقيقة إن المسؤولية كلها على المربي مش الكلب. التدريب بيعتمد على الثبات في تطبيق القواعد. يعني لو النهاردة مسموح يطلع وبكرة ممنوع، الكلب طبيعي هيتلخبط ومش هيفهم. المشكلة مش في مكان جلوسه، المشكلة في ثباتنا إحنا على القواعد اللي بنحطها. بالعكس، لما الكلب بيقعد جنب صاحبه ده بيقوي الرابط بينهم جدا. المشاكل الحقيقية ممكن تكون في النظافة أو لو الكلب بدأ يغار على المكان ده أو يدافع عنه. هنا لازم نكون صحيين ونلاحظ أي سلوك عدواني ضد أي حد بيقرب. وفي الآخر القرار يرجع لصاحب البيت. ودي بقى زي ما المصدر بيقول واحدة من الأساطير اللي ممكن نعتبرها كوميدية شوية، اللي هي فكرة لازم تمنع كلبك إنه يمشي شمشم في كل حتة في الشارع. اللي لازم نفهمه إن مناخير الكلب دي هي الأداة بتاعته عشان يفهم العالم اللي حواليه. لما بيشم الأرض هو كأنه بيقرأ الجورنال بتاع الصبح، بيعرف مين عدى من هنا وإيه الأخبار الجديدة. إننا نمنعه من ده زي ما يكون حد بيغمي عينينا وبيقول لنا امشوا. ودي خرافة تانية بتخلي ناس كتير تحس بالذنب. فكرة إن الكلب بيكره الطوق والسلسلة وإنه مش هيبقى مبسوط في الخروج غير لو سايبينه يجري بتاعته. وهنا بقى النقطة المهمة، الأمان والمسؤولية. الخروج في مكان عام يعني لازم سلسلة. ده نظام وقانون عشان نحافظ على سلامة الكلب نفسه وسلامة الناس والحيوانات التانية. لو اتعود على كده من صغره هيعتبر ده جزء طبيعي من الخروجة. بالنسبة له السلسلة مش حبس، دي علامة على إن المغامرة هتبدأ. وأخيراً خلونا نتكلم عن خرافات ليها علاقة بمواقف صعبة وموترة زي خناقات الكلاب. ده موقف مرعب لأي صاحب كلب. في اللحظة اللي خناقة بتبدأ فيها التوتر بيوصل لأعلى درجة، والناس ممكن تتصرف غلط من كتر الخوف والارتباك. والنصيحة الغلط اللي بتنتشر هنا هي سيبهم لبعض لحد ما يخلصوا. طبعا ده بيتقال بسبب الخوف إن اللي هيدخل في النص ممكن يتعض، وده خوف منطقي جدا. بس المشكلة إننا لو سيبناهم الموضوع ممكن ينتهي بإصابات خطيرة جدا. بس في طرق أمنة للتدخل من غير ما نعرض نفسنا للخطر. ممكن نرش عليهم مية
أو نعمل صوت عالي فجأة يشتت انتباههم. لكن النقطة الأهم من ده كله هي الوقاية. لما نتعلم نقرأ لغة جسد الكلاب هنقدر نشوف علامات التوتر ونمنع الخناقة قبل ما تبدأ من أصلها. طيب بعد ما استعرضنا كل الأساطير دي، إيه الخلاصة اللي ممكن نطلع بيها؟ الموضوع أعمق من مجرد شوية نصايح متفرقة. مفتاح الحل في إيدينا إحنا كمربيين، في فهمنا لاحتياجات الكلب وطريقة تفكيره، وفي صبرنا وإصرارنا على تعليمه الصح. المسؤولية والنجاح بيبدأوا من عندنا، مش من الكلب. وفي النهاية أحب أسيبكم مع السؤال ده: بعد الحقائق دي، هل نظرتنا لتصرفات كلابنا هتتغير؟ وهل طريقة تعاملنا معاهم هتبقى مبنية على فهم أحسن وأعمق؟